فرحي ابراهيم وزلاسني حميده. انطلق الشوط الثاني لمصلحه المولوديه. بورديم عبد الرحمن مسجل واحد من بين اجمل الاهداف هذا الموسم في البطوله. بانو ياو عزازي توفيق وياسين علياني تشكيله المدرب باتريس بوميل، فيما شريف حجار، فيما تشكيلة مولودية الجزائر بليتيم أسامة في حراسة المرمى. والمحاولة الأولى تدخل الدفاع وتدخل حارس المرمى وأنقذ مرماه من هدف محقق. أي بداية تسعى لها المولودية، نعم منها متأخرة بثلاثية كاملة، لذلك هي ستكون في صراع مع الوقت ومع النتيجة ومع العودة. هي المحاولة لا تسديد من زكريا نعيجي، المتابعة ثم بيازيد، نساخ شمس الدين وعباد أشرف، الكل يدافع والكل يرد الكرة، وحتى أراوشيش في أولى تدخلاته كان في المكان المناسب. شوط ثاني سيكون ناري وشوط ثاني سيكون كبير بين الفريقين. حليمية رضا على الجهة اليمنى، موالي حمزة على الجهة اليسرى، بالعمري جمال في محور الدفاع مع عبد الله وأيوب القائد، زوكرانا محمد بن خماسة محمد، طاهر فتح الله حامني خرج وترك مكانه البوشريط، نعيجي زكريا على الجهة اليسرى من الهجوم، وسفيان بايزيد هو اليوم رأس الحربة الذي لم يقدر على التسجيل. ثلاثي تحكيم المباراة يقوده غربال مصطفى الزروني، أكرم ورد بن سلامة ياسين بقوة آليات الحكم الرابع. هكذا انطلق الشوط الثاني، وهكذا كانت أولى المحاولات، وهكذا كانت أولى الردود من جانب المولودية التي تسعى للعودة في النتيجة، لأن الشباب يترقب، لأن شباب بلوزداد غير بعيد، وأنصار شباب بلوزداد وفريقهم أكيد بأنه لا يهمهم فريق مولودية الجزائر بقد ما تهمهم النتيجة، ولكن هذا يمنحهم الأمل مرة أخرى إن تعثرت المولودية اليوم بالهزيمة، وفي حال فوزهم بمبارياتهم المتأخرة من أجل العودة والمنافسة على اللقب. والتوزيع هذه يتدخل الدفاع، ما زالت على الكرة الثانية من موالي حمزة، يرفع يتدخل دفاع الجمعية، طاهر فتح الله يصدر الكرة الثانية، موالي يغير الجناح على الجهة اليمنى، من هناك تمر الكرة دائما داخل المنطقة. يا سلام يا سلام يا للروعة يا له من هدف، لا الإثارة إنها المتعة، إنه جنون الكرة، إنه زوكرانا يعود بالمولودية في هذا الوقت بالذات بعد محاولة أولى، يسقط أراوشيش في الثانية، يقلص النتيجة. هاي الرغبة وهاي المحاولة وهاي التسديدة وهو الهدف وهو الهدف وهو الجنون. انطلقت المباراة المولودية ماذا بعقلية أخرى في الشوط الثاني، مباراة لا تتوقف، مباراة نعيد وأكررها، هاربة من الدور الأرجنتيني. من هناك الكرة لمصلحة المولودية، انطلاقة في هجمة مرتدة دائما على الجهة اليمنى، التوزيعة من يسدد الكرة، عودة الدفاع، انطلاقة في المرتدة، ترجع من جمال الدين بالعمري، الكرة من هناك دائما لموالي، مرفوعة والتسديدة. زوكرانا في وقت حساس عاد بالمولودية في وقت حساس، أشعل المدرجات، مدرجات ملعب 5 جويلية، وما زال الكثير لجمعية تونس شلف وكذلك للمولودية. المهم أن الدقائق هذه المتبقية لن تخلو من الإطارة. راح بايزيد، انطلق بايزيد، واصل ما هذا؟ هل هي المولودية أم هو البرازيل أم برشلونة أم ريال مدريد؟ ما هذا يا زكريا نعيجي؟ فقدت صوتي في مباراتي اليوم،
يا للروعة، يا للإثارة، ويا للحماس، ويا للندية، ويا للفرجة. هكذا يفعل أبناء المولودية. المولودية يبدو بأنها بحر يمتد لا تريد أن يوقف أحد. انطلق الهداف الغزال النيجي فوقع الثاني وعدل للمولودية ب3-3. أي ريمونتادا وأي كرة هذه وأي جنون هذا. ماذا يقدم هؤلاء؟ ماذا منح لهم بونيل؟ ما هو السر؟ ما هي التوليفة في الشوطين؟ في 5 دقائق تعود وأنت منهزم ب3 وتعدل النتيجة. كم أنا محظوظ وكم هم هؤلاء محظوظين. 3-3 في مباراة ونتائج أبهرت هذا المدرب بيتكوفيتش. نعم، إن بطولتنا من البطولات العالمية بأنصارها الرائعين الذين يصنعون هذه الصور على المدرجات، بهذه الصور والعلامة المسجلة الجزائرية من ملعب 5 جويلية الأولمبي، وليس من البونبونيرا أو المونيمونتال أو السيجنال إيدنا بارك، وإنما من 5 جويلية الأولمبي، رمز الرياضة والكرة الجزائرية. شكرا لكم على هذا الأداء من الجانبين. انطلقت المولودية، البحر الممتد الذي لا يتوقف. فريق جمعية أولمبي شلف بعقلية ثانية أراد أن ينتظر في الخلف فدفع الثمن كاش في مباراة لا تتوقف لا تتوقف لا تتوقف بتاتا. 6 دقائق من الجنون. أعطينا حتى المدرجات هيكل قاسمي لم يرد تفويت اللقطات على أرضية الميدان، وعقله مع المدرجات أيضا، ولكن الأولوية للعب وللمباشر لأن ما يصنع الأنصار شيء ضرب بنا الخيال. أنصار نوادينا على العين وعلى الرأس لما يقومون به من لوحات فنية. على الكرة الكبيرة والغدارة. شكرا هيكل، شاهد الصورة التي تصلكم. احتفلوا وامرحوا وانتم في الجزائر وعلى مدرجات الملعب الجوهرة. 3-3 هو ليس نهائي لكأس الجمهورية أو نهائي للبطولة، وإنما مباراة في الجولة 20 من عمر المحترف. المولودية ارتدت ثوب البطل في الشوط الثاني مباشرة لألاوشيش الذي سقط مرة أخرى بثنائية في هذه المباراة المرعبة والمجنونة. هؤلاء الأنصار قدموا، هؤلاء الأنصار حضروا هنا ولم تخيب آمالهم، سواء جمعية أولمبي شلف أو سواء فريق مولودية الجزائر. النكهة والإثارة موجودة، الأهداف موجودة. بالله عليكم كيف لي أن لا أشبههم بالدوري الإنجليزي أو الأرجنتيني؟ الشبه جميل ورفع المعنويات أجمل، والكرة موجودة ونحن نطالب بالفرجة، ويقال بأن بطولتنا ليست بطولة أهداف. 6 أهداف في مباراة واحدة، هذا شيء رائع وممتاز. مرفوع الكرة هذه داخل منطقة العمليات، ما زال المتابعة. إنها الكرة الثانية من هناك، حالة طوارئ يمر بها جمعية أولمبي شلف من هناك على الجهة اليسرى. ما زالت للمولودية، يبحث على الجهة اليمنى، يتوغل، يزيد، يرفع، يدخل، يوزع. أي جنون هذا! أية ريمونتادا هذه! واحدة من أجمل ريمونتادات البطولة الوطنية، حتى لا أقول البطولات العربية. منهزم ب3-1 في 10 دقائق، أقل من ذلك تسجل ثلاثية وتصبح متفوق برباعية مقابل 3. هذا لا يحدث إلا مع المولودية، وهذا لا يحدث إلا مع أنصارها في مباراة للتاريخ، في مباراة للذكرى. من سجل الهدف إنه بايزيد. شاهد هذا الإصرار، شاهد بوشريط هذا الذي اشترط على بايزيد أن يحولها في الشباك
فحولها في الشباك بكيفية ولا أروع، بكيفية ولا أجمل. 4 مقابل 3 كمان محظوظ. سقطت علي هذه المباراة من السماء في هذه الليلة المباركة. 4 مقابل 3. استمتعوا، إنها الكرة وفقط. إننا نلعب المولودية وكأنها ريال مدريد، أو المولودية وكأنها لا يوفي، لأن أنصارها أغلبهم يفضلون اليوفي. لا سبيل أمامه سوى ارتكاب الخطأ على طاهر فتح الله والمخالفة لمصلحة المولودية. حتى الحكم قريب من كل اللقطات، بشخصية كبيرة وبكاريزما عالية، يعطي لكل ذي حق حقه ويقول أنتم مسعوا وحقكم لن يضيع في مباراته اليوم، سواء من جمعية أولمبي شلف. قد يقول قائل ما هو الحياد، وإنما التعامل مع المباراة والأهداف والريمونتادا. لما تفعلها جمعية أولمبي شلف سنقوم بهذا، ولما تفعلها المولودية فهم الأهداف التي تبقى روح المباريات مرفوعة الكرة مباشرة من هناك إلى الركنية لفريق مولودية الجزائر الباحث على قتل المباراة. شمس الدين النساخ لم يحلم بهذا السيناريو. شمس الدين النساخ لا اعتقد بانه نام هذا الشيء، كان متفوق ب3 لو شيش لقى 3 أهداف في ظرف اقل من 9 دقائق. مرفوعة من نعيجي، يرفعها نعيجي، يتدخل الدفاع، تعود الكرة لنعيجي دائما. ما بال هؤلاء ماذا فعلوا بين شوطي المباراة؟ ماذا فعل لاعبي مولودية الجزائر بين شوطي المباراة حتى يتغير أدائهم بهذه الطريقة، حتى يدخلون وكأنهم شعروا بأن اللقب راح يضيع منهم، مع أن المباراة في جولتها أو البطولة في جولتها 20 ردت فعل رهيب. التسديد والتنويع من داخل وخارج المنطقة. ألوشيش حملات المولودية لا تطاق. شاهد كيف سددها بنفس الطريقة وبنفس الكيفية، كاد يضيف الهدف الخامس. يا سلام يا سلام على مباراة مجنونة، على مباراة تحمر الوجه، على مباراة نفتخر بها بين المولودية والجمعية، بين رفقاء عبد اللوي وبين البقية. 4 مقابل 3. ما هذا أنصار المولودية لا يوجد أسعد منهم ربما، وأنصار جمعية الشلف كذلك. نعم، مستمرة المباراة. هيكل كأسمي الفرقة التقنية تخدمكم مباشرة. يعني الربع ساعة الثاني أو الأول من الشوط الثاني لم تتوقف فيه الإثارة، وهي الصورة الآن يعود للهدوء، ولم يعد لشريف حجار كيف لا، وهو الذي كان متفوق بفارق هدفين، فأصبح منهزم بهدف مقابل 0 في مباراة هل ستعود للعادي في الدقائق هذه، أم أن الجنون سيستمر؟ هو باتريس بوميل من أتعس رجل في الشوط الأول إلى أسعد رجل في الشوط الثاني، ولا يريد أن يلدغ من الجحر مرتين من هذا المدرب، لأنه يدرك بأن الكرة لا تؤتمن، والكرة صعبة، والكرة في أي لحظة من اللحظات بإمكانك أن تسجل. 4 مقابل 3. أي ريمونتادا لا نشاهدها إلا في الدوريات الكبرى الإنجليزية والأرجنتينية والبرتغالية. هاي اليوم حضرت إلى ملعب 5 جويلية. الهزيج والصيحات والأغاني على المدرجات. الكرة لمصلحة دفاع أولمبي شلف،
ألوشيش يخرج الكرة باتجاه الأمام، يتدخل زوغرانا، ثم في الوسط دائما الكرة الشلفية. هل ستؤثر عودة عناصر المولودية على أداء لاعبي أولمبي شلف أم أنهم لن يتأثروا مثل ما لم تتأثر عناصر المولودية في المباراة رغم تأخرها بفارق هدفين؟ انطلاقة من الساخ على الجهة اليسرى، البحث عن ياو في الهجوم، الكرة مباشرة من هناك إلى التماس للجمعية، لم تتجاوز تقريبا خط منتصف الميدان منذ بداية المرحلة الثانية اللي مرت منها ربع ساعة بسرعة. رغم ذلك أقول وأكرر بأنه فارق الهدف في عالم الكرة مخيف وغير ضامن للفوز ولا للنقاط الثلاث. لذلك جمعية أولمبي شلف الفريق الذي إن تتذكرون قلت بأنه يلعب الهجوم، يلعب الكرة، يلعب الفرجة، يسجل الأهداف كما يتلقى الأهداف، وهو الحال الذي نشاهده الآن في هذه المباراة. هاي التوزيعة من عاشور فاتح هنا، التدخل من موالي حمزة الذي أنقذ الموقف. مباريات الفريقين كثيرا. هاي شاهد الروعة الفنية من طاهر فتح الله، ثم التدخل من أشرف عبادة، ريعة من رضا حليمية. أيضا هذه الصور واللوحات الفنية والمهارات لا نشاهدها في لحظة الحماس، ولكن هناك كاميرات لزملائنا تقتنص هذه الصور التي نطعم بها الأجواء في المباراة المستمرة والمتواصلة والمثيرة. فيه لاعب ساقط على أرضية الميدان، الصورة واضحة لأنصار جمعية أولمبي شلف، شيء طبيعي. هذا هو الكرة وهذه هي أحوالها، لهذا نعشقها ولهذا نحب الكرة، لأنها تلعب بالمشاعر بين قوسين، من فرح إلى سرور إلى خبطة إلى حزن إلى غضب إلى غير ذلك من الانفعالات، ولكن وجب أن تبقى مباراة في كرة قدم فقط وبروح رياضية عالية. في الشوط الأول شاهدنا صور أنصار المولودية، وفي الشوط الثاني انقلبت الأمور على النقيض وأصبحت من جهة أنصار أولمبي شلف. إعادة الكرة إلى الميدان من ليتيم الذي تلقى واحد من بين أجمل أهداف الموسم الكروي هذا الموسم بقدم عبد الرحمن بورديم. يخرج على وشيش مباشرة، ينقض على هذه الكرة، يلعبها من هناك انطلاقة لمصلحة شمس الدين الساخ، من يطلب عليها الكرة عليان ياسين. شاهدناه سجل هدف في المرحلة الأولى من كرة ركنية إلى وسط الميدان، تمر الكرات، البحث عن ياسين دائما، هو الآخر يبحث عن بانو ياو. ما زالت الكرة دائما شلفية في وسطية الميدان، الكرة تمر والتمريرات القصيرة تمر والمحاولات تمر والوقت أيضا يمر معها، والنتيجة لمصلحة المولودية ب4-3 من أمام جمعية أولمبي شلف، الفريق الضيف، الفريق العنيد، الصعب الميراث والصعب المنال في مباراة كبيرة. انطلاقة مرتدة هذه لمصلحة المولودية، تحكمت في زمام الأمور، العودة إلى الخلف، التمريرات القصيرة بين زوغرانا والظهير الأيمن حليمية، العودة لبن خماسة. اعذروني في بعض الأحيان نقول بن غيث، لست أدري هل كررتها بن غيث وبن خماسة، دائما نشبههم لبعضهم، يعني حتى طريقة لعبهم قريبة، واحد في شباب الوزداد وواحد في المولودية. بن غيث ينتظر تعثر بن خماسة، بن غيث من شباب الوزداد ينتظر تعثر بن خماسة من المولودية حتى يبعث الصراع معه عن اللقب، وبينهما يوجد بن زعزع ومريلي ولاعب الاتحاد الذي لا يريد لي الشباب أن يعود على حساب الاتحاد. مرفوعة باتجاه الأمام، بايزيد يلعبها برأسه على الجهة اليسرى،
وصلت التمريره هذه لطاهر فتح الله. طاهر فتح الله رجل لرجل يلعب يواصل يراوغ ولكنه يمر امام عاشور. فعلا فاتح طاهر فتح الله يجي اشرف عباده لاعب ممتاز. محور الدفاع حكم المباراة ماذا قال في الدقيقة 65؟ يا لها من فرجة ويا لها من إثارة ويا له من حماس ويا لها من سهرة رمضانية كروية أبطالها لاعبين من المولودية ولاعبين من فريق جمعية أولمبي شلف. مستمر المباراة الآن هدأت منذ دقائق وكأني بالمولودية خفضت الريتم. جمعية أولمبي شلف لم نشاهد ردات فعله على الثلاثية التي سجلت عليه في 9 دقائق. هل هو وقت التغييرات؟ يعني كان فيه تغيير اضطراري من جانب شريف حجار في الشوط الأول بإخراج الحارس المرمى الذي أصيب، وكان فيه إخراج دحامني الذي دخل مكانه بوشريط. مسترجع الكرة من زيناسني في وسط الميدان ثم زوكرانا. رائع زوكرانا هذا لا يكل من لا يتوقف زوكرانا. توجيه الدعوة له اللعب رائعة. هاي كرة صعبة هذه، هاي ممتازة هذه، هاي كرة صعبة. كان في وضعية تسلل اللعب رضا حليمية. يعني شاهد من أخذ الكرة أولا هنا ربما بايزيد كان في أحسن رواق يا زكريا. ومن عاشور فاتح يلعب مع أشرف عبادة. أشرف يلعب مع عاشور من يطلب عليه الكرة بورديم عمار. بورديم يدور بالكرة ويلعبها مع عبادة. عاشور يلعب من هناك مع محور دفاعه حمراء يلعب مع بورديم. يتقدم بورديم من يطلب عليه الكرة عدادي ثم توصل لياو جميلة هذه بين عدادي قوية وبعيدة من عدادي مباشرة إلى هناك إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق مولودية الجزائر وأنصاره الذين يحتفون ويحتفلون ويمرحون على المدرجات بهذه الصور، بهذه اللوحات الفنية التي دائما أعيد وأكرر بأنه أمهر وأشهر الرسامين العالميين أصبحوا ينافسونهم أنصار النوادي الجزائرية من خلال الصور المعبرة على المدرجات. ودائما ما ندعو للروح الرياضية وللصور الجميلة وللتنافسية الشريف وعدم الخروج عن هذا الإطار. وفقط نعم تنافسوا ولكن بشرف وتنافسوا وبروح رياضية من دون أشياء زائدة تحمدها الصراحة. جميلة الكرة لمصلحة الأولمبي ولكن بالخطأ مباشرة للتماس لمصلحة مولودية الجزائر في حدود الدقيقة. لمن الحكم يعود هي الخطأ لمصلحة جمعية أولمبي شلف. تمشي من هناك الكرة دائما للأولمبي تدخل تمر بين زينات حميدة وفرحي إبراهيم تعود إلى الدائرة الأيسر. يعود فرحي ثم من هناك نستخ شمس الدين مع حارس مرمى روشيش يلعب الكرة باتجاه الأمام. يتدخل زوكرانا ثم أشرف عبادة في استقبال هذه الكرة يخليها تخرج إلى التماس. يلعبها مع فتح عاشور الظهير الأيمن يعود إلى الخلف. يلعب أشرف وإلى منه البحث عن ياو. ثلاثي هجوم فريق جمعية أولمبي شلف غاب أصبح معزول نوعا ما منذ بداية الشوط الثاني. شريف حجار وأولى التغييرات ربما التي الميدانية. يعني اللاعب الذي سيأخذ مكانه بعد لحظات في الدقائق التي يعول عليها اللي هو عقيب جوبا اللاعب رقم 10 واحد من اللاعبين المهاريين
كرة لمصلحة الأولمبي داخل منطقة العمليات، التغطية عليها وتعود التسديدة. القائم الأيسر ناب على الحارس ليتيم، سدد وبقوة. الكرة كانت متجهة للشباك. في بعض الأحيان حراس المرمى لديهم الحظ، لأن القائم هو الذي صد ورد هذه الكرة الخطيرة. من سددها؟ هل هو بورديم أم عدادي؟ عدادي بقوة تسديدات لا ترحم. ومن حسن حظ ليتيم أن الكرة اصطدمت بالقائم الأيسر. دائما بين لاعبين يتفوق أشرف عبادة، يلعب مع فاتح عاشور، تدخل لبوردين إلى وسط الميدان. أن يوجد فرحي من هناك على الجهة اليسرى. هل وصلت هذه الكرة لعليان ياسين؟ يلعبها في عمق الدفاع، كرة صعبة صدها وردها لتيم، ردها وصدها لتيم وأنقذها لتيم. ردة فعل كنا ننتظرها من جانب جمعية أولمبي شلف في المرة الأولى. القائم الأيسر وفي الثانية لتيم هو الذي انبر بنجاح لتسديدة قوية. المولودية تشعر بالخطر، ولما تشعر بالخطر تنقله لمرمى الجمعية. هنا يتدخل الدفاع، برج مراقبة بسم الله ما شاء الله عليها اللاعب أشرف عبادة، بغض النظر على الرباعية التي تلقاها فريقه إلا أنه لاعب مميز. هنا ياو سددها بقوة، وهنا لتيم تفطن وكان في المكان المناسب. حتى كرة بورديم مدهاله يعني بطريقة رائعة وممتازة. 4-3 71 دقيقة لعب في مباراة لا أعتقد بأنها ستتوقف من الناحية التهديفية. جوبا عقيب من جانب جمعية أولمبي شلف سيدخل، ومن جانب المولودية سيخرج طاهر فتح الله، ويدخل اللاعب رقم 17 حميدي كمال. سيكون تغيير، وكذلك مرزوقي خير الدين مسجل 5 أهداف بقميص المولودية، يريد أن يوقع على 6 أهدافه. هذا هو مرزوقي. التغيير الآخر جوبا يدخل مكان زيناتني. حميدة قام بدور كبير خاصة في الشوط الأول. الشوط الثاني لا يمكن أن نلوم خط من خطوط جمعية أولمبي شلف، ربما فريق ككل لم يدخل جيدا. هذا تعقبوه جوبا عقيب، واحد من بين الأسماء اللامعة في البطولة الوطنية. كرة لمصلحة المولودية من هناك على الجهة اليمنى. هل تخرج إلى الركنية فعلا؟ يقول حكم المباراة، يقول الحكم لبن خماسة والمولودية في الشوط الأول كانت الكرات الثابتة. بايزيد ترك مكانه المرزوقي. في الشوط الأول كان سلاح الفريقين الكرات الثابتة. هل تواصل الكرات الثابتة فعلتها في هذا الشوط الثاني؟ مرفوعة داخل المنطقة، يتدخل الدفاع. الكرة الثانية مسترجعة بإحكام من ياو، انطلاقة في مرتدة من هناك مباشرة إلى التماس. بطاقة أو هل هي بطاقة صفراء منحها الحكم غربال مصطفى. هنا زوكرانا فعلا تلقى البطاقة الصفراء من أمام بورديم عمار ابن مدينة العلماء. لاعب متميز، لعب للمولودية، يلعب للأولمبي اليوم. سجل هدف رائع مصطفى غربال. مع من سيتحدث علما أن باتريس بومال عنده بطاقة صفراء. المحافظ المباراة يستدعيهم الحكم حفيظ فرقاني، من هو يجب أن تضبط الأمور. محمد مصطفى غربال معروف بصرامته وبمستواه، يجب أن نقول حكم فيفا. كرة لمصلحة الأولمبي في وسط الميدان، يصل عليها جوبا عقيب في وراء كرته. جوبا عقيب يتقدم بالكرة، يلعبها
مع ياو ضاعت له انطلاقه لمصلحه المولوديه، وزوغرانا يفتح اللعبه على الجهه اليسرى، ينطلق موالي يزيد بالكره، يواصل يزيد في السرعه، يطلبها مرزوقي، يفضل الجناح الايسر على الجهه اليسرى، يوجد نعيجي، يرفع الكره نعيجي، ضاعت الكره الثانيه، يسترجعها زوغرانا، موجود في كل الاماكن التي يجب ان يكون فيها موجود زوغرانا. كرة من هناك لمصلحة حليمية، يلعب مع حميدي، الكرة تتمر بين عناصر المولودية، يبحثون عن انهاء المباراة، يبحثون عن انهاء المباراة، ما زالت الكرة الثانية مسترجعة بقوة وبشدة، ما زالت الفرصة لمرزوقي، يلعبها يا سلام، انه الخامس لمصلحة المولودية. مولودية الجزائر تمر إلى السرعة الخامسة وإلى السرعة القصوى، يا لها من ريمونتادا. نعم إنها خماسية، نعم إنها خماسية، يقولون 5 وخموس على المولودية، 5 وخموس على المولودية، هكذا يشير أنصار المولودية من هناك، هكذا يشير أنصار المولودية من هناك. 5 مقايا الإعادة، من سجل إنه زكريا نعيجي، يلعبها مع مرزوقي الذي منح له الأساس، بوشريط ثم مرزوقي ثم زكريا نعيجي، ضم الكرة إلى 5-3 في مباراة قلنا بأنه محال أنها تتوقف عند هذا الحد التهديفي. مد هجومي للمولودية لا يتوقف بقيادة الهداف الجديد زكريا نعيجي، يشعل المدرجات مرة أخرى ويطلق العنان لهؤلاء الأنصار، يقول لهم الآن يفرحوا وامرحوا، بدأنا نبتعد في النتيجة، بدأنا نقترب أكثر من تحقيق المبتغى في مباراة ب6 نقاط. نعم أي نعم، لأنك تكون منهزم ب3 وتصبح فائز ب5، فهذا لن تقدر عليه إلا المولودية التي تؤدي ما تؤديه في مباراتها اليوم، في مباراة تاريخية وفي مباراة كبيرة. لم نتعرف على الفريق الذي كان فائز في الشوط الأول ب3 وهو جمعية أولمبي شلف، ولم نتعرف على فريق تغير اسمه المولودية، كان ظلا لنفسه في الشوط الأول ولكنه عقد العزم على العودة في الشوط الثاني، فسجل خماسية كاملة في مرمى جمعية أولمبي شلف في هذه السهرة المستمرة، وما زال من عمرها الكثير. هل سجل هيكل زكريا نعيجي هو الذي سجل من؟ نعم نعيجي اليوم ثنائية، اصبح ب11 هدف. يوسف بلايلي عنده 10 اهداف، زكريا نعيجي كان عنده 9 وليس 8 اعتقد، في مباراة ذكرتنا بمباراة المولودية امام وفاق سطيف، ولكن في ملعب مغاير وفي اجواء اخرى، ولم نعم تقريبا نفس المباراة ولكن الاجواء الخيالية، وملعب 5 جويلية يضفي على المباراة العالمية ويضفي عليها الجمالية المطلوبة من عند الانصار. الآن يلعبون بارتياح عناصر مولودية الجزائر، متفوقين بثنائية، يعني أقول بثنائية فارق الهدفين الذي يصبح أكثر ثقة لهم من فارق الهدف أمام جمعية أولمبي شلف في مباراة سجلت فيها 8 أهداف كاملة، 5 مقابل 3، 5 مقابل 3، وبسيناريو ليس فريق سجل 5 أهداف أو سيناريو يتشكوكي، يعني من قل ما نشاهده وأصبحنا نشاهده، وهكذا دفعنا بهم حتى يعطونا الأجواء التي نريدها. بيتكوفيتش أكيد بأنه استمتع وتمتع اليوم، بيتكوفيتش أكيد بأنه خدا نظر الآن على المناصر الجزائري من دون أن ينتظر مباراة نيلسون مانديلا، وأخذ نظرة على
حب وعشق وشغف الجماهير الجزائرية بنواديها، وما بالك لما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني وهو يحب هذه التحديات على كل. والمهم الصورة التي صنعها المولودية اليوم وأنصارها وجمعية أولمبي شلف ممتازة جدا. حتى أنصار الأولمبي الحاضرين لم يخرجوا 10 دقائق، وهذا شيء إيجابي بالنسبة لهم. قد يقول قائل أنه في بعض الأحيان الفريق لما يكون منهزم يكون فائز ثم ينهزم يفقد الأمل الأنصار، لكنهم فضلوا البقاء والمواصلة، والأمر يتعلق بمباراة وفقط. بطاقة صفراء منحها الحكم مصطفى غربال للاعب جمعية أولمبي شلف. إفرا هذا هداف الفريق لم يقدر على ذلك 5 أهداف، لم يتعرف على فريقه في البطولة نريد فيها الأهداف، البطولة التي حضر فيها والتي توج باللقب الأول الاحترافي جمعية أولمبي شلف بقيادة العربي هلال السوداني، البطولة التي اشتقنا للهدافين من أمثال عبد السلام بوسري وكذلك ناصر بويش وحاج عدلان والبقية من اللاعبين المتميزين على غرار بورحلي وعلى غرار عبد الحميد برقيقة والبقية وربيع بن شرقي وحتى منصف وشاوي وحسين قاسمي رحمة الله عليه. هؤلاء اللاعبين وحسين لالماس حسن لالماس عفوا الذين كانوا يعطوا البطولة الرونق والجمال من خلال الأهداف التي يسجلوها. البيتشيتشي بين قوسين هو هداف الدوري الإسباني في الجزائر، وصل 36 هدف سجلها ناصر بويش، والرقم ما زال حاج عدلان وصل 25 و 26 هدف، ولكن بعد ذلك قل الحد التهديفي للهداف البطولة، أصبح اللي يسجل 11 و 12 هدف يتوج هداف، وهذا شيء قليل. لذلك الرهان من يسجل أكثر. الكرة لمصلحة المولودية، الحكم يقول واصل اللعب، التسديدة القوية هذه مرت ببضع سنتيمترات. الدقائق المتبقية من عمر هذه المباراة، تغييرات أخرى من جانب جمعية أولمبي شلف. هنا حميدي خدا الكرة، اسقط حكم المباراة، ترك مبدأ الأفضلية، والتسديدة هنا الاعتراض كان من اللاعب فرحي على حميدي، ولكن حكم المباراة قال له واصل، او على حليمية محمد رضا الاعتراض. هل ارمى نفسه حليمية ام انه حكم المباراة كان محقا؟ تغيير من جانب جمعية أولمبي شلف بدخول اللاعب رقم 19 بن يحيى ضياء الدين، واللاعب رقم 23 زردوم رضوان من جانب المولودية. من جانب المولودية أيضا هناك تغييرات أخرى ستحدث في الدقائق المتبقية من عمر هذا الحوار الشيق الكروي، من عمريات الملحمة الكروية، دعوني أسميها هكذا. 5-3 لمصلحة المولودية التي خرجت من عنق الزجاجة بين قوسين في مباراة تعقدت عليها الأمور كثيرا، ولما تعقدت وضاق الأمر اتسع فجأة في الشوط الثاني بخماسية تلقى استحسان هؤلاء الحضور على المدرجات، ومن بينهم كما قلنا مدرب المنتخب الوطني. 5-3، 7 دقائق عن نهاية المباراة. تغييرات أخرى من جانب المولودية، سنتحدث أكثر عن اللاعبين الذين سيدخلون. حسان خوجة سيأخذ مكانه من جانب مولودية الجزائر اللاعب رقم 16، والتغيير آخر تحت تصفيقات الأنصار، طبعا تحت تصفيقات الأنصار الذين أدوا ما عليهم وكانوا رياضيين في مباراتها اليوم حتى وكان فريقهم منهزم، وهذا هو المطلوب. التغيير الآخر الذي سيكون هذا الذي حدث تبتي
الياس ثابتي سيأخذ مكانه في الدقائق المتبقية، واحد من اللاعبين المهاريين. مباراة مستمرة، مباراة مثيرة من الدوري الجزائري المستمر في الإطار. غدا تتجدد مع الديربي العاصمي بين اتحاد الجزائر وشباب الوزاد على أرضية هذا الملعب. في وسط الميدان يتدخل خوجة، ثم على إفرا يتدخل عليه دفاع المولودية جمال الدين بالعمري إلى الوسط من فرحي، العودة لأشرف عبادة. أشرف يلعب قصيرة مع فتح عاشور. فتح عاشور الأربع دقائق المتبقية من عمر هذه المباراة، يلعب من هناك على الجهة اليسرى، يريدون تقليص النتيجة. حمراء مسجل الهدف في الأول في المباراة باتجاه فرحي، يتدخل لتيم مباشرة إلى التماس لتيم أسامة. والدقائق الأخيرة من عمر اللقاء سيكون فيه وقت بدل ضايع كبير. هذا عقيب جوبا، كرة باليد على مرزوقي. حكم المباراة يمنح المخالفة لجمعية أولمبي شلف في مباراة تفوق فيها المهاجمين على المدافعين، في مباراة لعبت من دون حسابات، في مباراة عادت بنا لأصل الكرة، عادت بنا للفرجة وللأهداف. طالما أن روح المدرجات متواجدين الأنصار، فإن روح المباريات أيضا تواجدت. ولما يختلط هذا بدأك تعطينا هذه الصورة بهذا الجمال وبهذا المستوى. عبد الرحمن بورديم تسديداته وتمريراته مليمترية، سجل هدف أول رائع لصالح الجمعية. يتدخل دفاع المولودية، تعود من هناك في الجهة اليسرى، العودة دائما محاولة اقتناص الكرة. يتدخل أشرف مباشرة، ما زالت لفرحي، ولكن حكم المباراة ماذا قال؟ خرجت الكرة إلى التماس لمصلحة مولودية الجزائر المتفوقة في المباراة. إلى وسط الميدان، جميلة تغيير الجناح تماما من إلياس سيدهم، لم تخرج لفتح. العودة إلى الحارس مرماه أراوشيش، تلقى رباعية كاملة أراوشيش واثنين عليه قبل دخوله، ولكن دخوله لم يكن موفقا أمام مد هجومي لمولودية الجزائر اليوم. لم يتوقف بتاتا، خاصة في الشوط الثاني مرجعي والشوط الثاني. هذا بوشريط الذي كاد يصل على الكرة، شاهد يعني اللقطة هذه الطريفة والجميلة والرائعة من لم يترك بوشريط حتى يسترجع أنفاسه لما حاول اللحاق بالكرة، وبالتالي دفعه للعودة بسرعة. مادام ما زالت فيها الحرارة والندية في مباراة، صدقوني سيكون وقعها كبير على المولودية وعلى أنصارها، لأنها الآن أمام المنعرج المستقيم. بعد الجولة 20 ستبدأ تتضح الأمور، وسيبدأ الفريق يقترب أكثر من تحقيق الأحلام. الحلم واحد بالنسبة لأنصار المولودية، هو تتويج بالبطولة، يعيدها للمشاركات القارية، وطبعا بعدها الحديث لكل مقام مقال. الدقائق الأخيرة، دقيقة ونصف عن نهاية الوقت الرسمي، والمولودية ما زالت بنفس الروح، تبحث عن طريق إلياس سيدوم. يتدخل الدفاع عن طريق أشرف عبادة، الضغط على حامل الكرة، انطلاقة في مرتدة من هناك، ما زالت للأولمبي يطلبها إفرا ولكنها مسترجعة. حكم المباراة قريب من كل اللقطات. أنصار المولودية الذين ربما يمكن أن نقول بأنه غابت عنهم الفرجة والفرحة في المباراة الماضية في البطولة. طبعا أنا جمال الدين بالعمري وهنا الصراع الثنائي أمام زردون أردوان لاعب النجم الساحلي ونصر حسين داي سابقا، واحد من اللاعبين الممتازين والمهاريين، عائد من إصابة. كرة لفتح عاشور تدخل إلى الوسط لبورديم، يسترجعها البديل الرائع من هناك، يفتح اللعب إلياس سيدهم، رائع ممتاز إلياس. دينامو في وسط الميدان،
ويحاول ضبط الإيقاع. شاهد ماذا يفعل، شاهد ماذا يمرر لمرزوقي. مرزوقي يا مرزوقي يا مرزوقي يا مرزوقي يا مرزوقي، أنت آلة تهديفية لا تتوقف. أنت يا مرزوقي تسجل من كل الوضعيات، من الياس سيدهم إلى مرزوقي. تفضل سجل، إنه الهدف السادس للمولودية. سداسية كاملة لمولودية الجزائر في شباك جمعية أولمبي شلف. انتصار المولودية اليوم، شبعوا أهداف، شبعوا إثارة. حتى مرزوقي وضع الكرة قتلها بين رجليه وسددها من خارج منطقة العمليات. أسقط بها ألوشيش وأسقط بها فريق جمعية أولمبي شلف بالضربة القاضية. في وقت تحدثنا على اللاعب الياس سيدهم الذي حاول أنه يضبط الإيقاع، ضبط الإيقاع ومرر تمريرة حاسمة لمرزوق الذي يسجل السادس. والملامح بادية على عقيب جوبا. أثقل نتيجة في البطولة الآن تسجلها المولودية بسداسية، أعتقد هي الأثقل في مقابل 3 وبريمونتادا للتاريخ. بريمونتادا كبيرة وكبيرة جدا في طريقة العودة في النتيجة وطريقة العودة في المباراة. واللاعبين قالوا بأننا سنكسر قاعدة أن الأشواط الثانية هي للمدربين، بل هي للاعبين الذين يطبقون تعليمات المدربين. طبقوا التعليمات بحذافيرها، آمنوا بإمكانياتهم، خرجوا ربما من أزمة قد تدخل فيها يعني الهزيمة هنا والهزيمة في المباراة الماضية ثم وبالتالي المولودية اليوم جادت جرعة أكسجين نحو هيا كرة صعبة، هيا صعبة هذه. يتدخل الدفاع، لم يتركها حتى أنها تخرج إلى الركنية، خرجها إلى تماس عفوا. استماتات، سقوط ونهوض، هيا خملهم للاثنين يعني اللاعبين المدافع والمهاجم لم يثق حتى في زميله، وبالتالي لعب الحل بقوة. سقوط ونهوض، المباراة التي يمكن أن نقول بأنها مباراة شاهد الاندفاعات والقوة والجرينتا والرسائل الواضحة من لاعبي فريق مولودية الجزائر اليوم. وهذا الخير الدين المرزوقي، الفتى الرائع، الفتى القدوة والفتى الذي يضرب به المثل والمتوقف عن اللعب لمدة 4 مواسم. نعم، عاد وهداف في فريق اسمه مولودية الجزائر، مثلما كان هدافا في فريق شباب الوزاد. المهنة هداف، يقول تلعبني جوكر، تلعبني أساسي، أنا مهنتي هداف، اسمي خير الدين أو اسمي مرزوقي ومهنتي هداف. الكرة لمصلحة الجمعية. هل يمكن للجمعية أن تسجل الهدف العاشر في هذه المباراة؟ هل يمكن أن نشهد هدف عاشر في هذه المباراة؟ 6-3 لمصلحة المولودية. نعم، إن الصورة واضحة، مرفوعة، ولكنها مرفوعة كثيرا وعالية عالية. الكرة هذه لمصلحة دفاعات المولودية التي تقترب شيئا فشيئا من نقطتها 43. ما أجمل هذه المباراة وما أجمل شوطيها الأول والثاني. رباعية سجلت في الشوط الأول وخماسية في الشوط الثاني. نعم، 5 في الشوط الثاني لمولودية الجزائر الذي انتفض. تحدث بغرابة. نعم، إني لا نعيش كل مرة هكذا أجواء وهكذا مباريات، ولما نعيشها نشبهها بالدوريات العالمية. جمال الدين بالعمني لو لا أقول فريق يعني ككل، يعني الشوط الأول لفريق مولودية الجزائر كان كارثي على كل الأصعدة، والشوط الثاني كان بطريقة أخرى. هل ستغطي الحضور الفريق في الشوط الثاني على أخطاء المولودية في الشوط الأول؟ هل فريق جمعية أولمبي شلف هو الذي لم يكن حاضرا إلى تلك الدرجة؟ هذه الأسئلة المختصين والخبراء هم الذين يجيبون عنها، لأنه
رغم الفوز والسداسية الكاملة إلا أنه كانت فيها أخطاء بالجملة، خاصة من دفاع مولودية الجزائر، وإلا لما تمكن جمعية أولمبي شلف من تسجيل سداسية كاملة. حقيقة أنه كرسي الاحتياط في المولودية ربما حتى أقوى من بعض الأسماء الموجودة في التشكيل الأساسي. اللحظة حكم المباراة مصطفى غربال ينهي هذا الحوار الشيق والمثير بسداسية كاملة لمصلحة المولودية مقابل 3 في هذه الجولة ال20. طبعا شكرا لكل اللاعبين على أدائهم البطولي والرجولي والفرجة التي استمتعتم بها أيها السادة والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم. ربما عذرا في بعض الأحيان هكذا لأن جنون الكرة. شكر موصول للحافلة الرقمية HD1 التي قادها الزميل المخرج